والله نسيته الطفاية. الدنيا ما السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ ايش هذا؟ هذا ادوات السلامة. يا رجال صلي على النبي. قالها قايم مقبل، احنا كثير ما نستخدمهاش، كان نسيناهن. يا رجال صلي على النبي انت وصدقت هذون اللي يشلوا المطارق هامو وادوات الاطفاء. قسما بالله العظيم لا هو مكتوب لك الموت انك تموت لو معك 1000 مطرقة ولا معك 1000 أداة إطفاء. هذا لا تصدقش كله يا صاحبي. عمل بالاسباب قوي. واحد ياخذ بالاسباب بس توكل على رب الاسباب، هو اللي ينقذك. لو كتب لك الموت قسما بالله لو انت في مغار انك تموت. صحيح. هذه نرجعها لجانب يا صاحبي. دعك نعم. استغفار ربي اللي يحميك هو مش المطرقه ولا الاطفاء. لا تضع امانك في مطرقه ولا طفايه، فكم من انسان اخذ بكل الاسباب ولم تنجه الاسباب. الامان الحقيقي ليس في الحديد ولا في الادوات، بل في قلب يثق بالله ويقول يا رب أنت الحافظ وأنت الولي. فامشي في طريقك مستغفرا وادعو ربك بدعاء السفر، ولا تجعل خوفك من الموت ينسيك من بيده الحياة والممات. توكلنا على الله.